انباء عن تصالح مرتضى منصور مع الاستاذه لمياء اللي بتعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات. كل الانباء اللي جايه بتقول لهم هيتصالحوا، ولو اتصالحوا هيتم شيل الحكم اللي على مرتضى منصور هم 6 شهور، هيبقوا كانهم لم يكن، ومرتضى منصور يبقى معلوش مشاكل. يبقى النادي الاهلي لما يرفع انه عايز يجدد السنه او ينفذ السنه على مرتضى منصور لانه خد 6 شهور مش هينفع. كمان الشهر القديم مع ايقاف التنفيذ مش هينفع. فهل مرتضى منصور فعلا يتصالح مع الاستاذه لمياء وتتنازل على القضيه ويشيلوا ال6 شهور اللي عليه ويشيلوا السنه ويشيلوا الشهر، يبقى مرتضى منصور فري؟ طب ما هو كده مرتضى منصور هيخش انتخابات نادي الزمالك. اقول لك لا، الاخبار اللي جايه تاني ان مرتضى منصور اعد احمد مرتضى منصور لدخول سباق الانتخابات في نادي الزمالك. يعني قريب قوي ممكن تلاقي احمد مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك. اهلا بيك في فيديو جديد، ما تنساش اللايك والكومنت والشير والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احمد مرتضى منصور كان تم اعداده انه يبقى رئيس لنادي الزمالك، حتى كان دخل على مقعد نائب الرئيس وكان سقط وكان خدها المستشار احمد جلال، وكان احمد مرتضى خد عضو مجلس اداره وخلاص، لكن تم اعداده. كمان في حاجه مش واخدين بالكم منها، نادي الزمالك الجمعيه العموميه في نادي الزمالك مرتضى منصور حاططها في جيبه. مرتضى منصور عمل لهم حمامات سباحه وعمل لهم بلاي ستيشن وعمل لهم العاب قوه وعمل لهم نادي نهري، فالاعضاء مبسوطين قوي من مرتضى منصور. لكن تقول لهم نادي الزمالك بيقع مالناش دعوه، انا في حمام سباحه. نادي الزمالك مش هينفع، مالناش دعوه، احنا هنا بيلعبوا بلاي ستيشن. نادي الزمالك لا، في نادي نهري. فالاعضاء في نادي الزمالك مش فارق معاهم اي حاجه خالص، الاعضاء اللي جوه، الاعضاء العاملين. لكن كل اللي فارق معاهم ان النادي بقى جميل ونادي زي الفل ونادي كيوت، لكن الكوره يعني مش فارقه. ايه ده مش فارق. فمرتضى منصور عمل للاعضاء اللي جوه النادي وعمل لنفسه قاعده عريضه من الاعضاء دي، والاعضاء دي هي اللي بتنجح وهي اللي بتسقط. يعني حوالي 80% مع مرتضى منصور. طب لو احمد منصور جه يخش انتخابات، ال 80% ولا ال 85 ولا ال 70 ولا ال 75% هيبقوا مع احمد مرتضى منصور. هيبقى مرتضى منصور ذراع داخل نادي الزمالك. اذا ستعود ريما الى عادتها القديمه. سيعود مرتضى منصور الى حكم او الى قياده نادي او رئاسه نادي الزمالك بطريقه او باخرى. سيعود في جلباب ابنه احمد مرتضى منصور. مرتضى منصور هيبقى في البيت وبيدير نادي الزمالك عن طريق الذراع اللي له في مجلس الاداره. فدي انباء بتتردد، ايه اللي هيحصل مش عارفين. الخبر اللي معانا تاني كابتن خالد الغندور. وما ادراك ما بندق يا بندق، ماذا تقول يا بندق؟ بندق بيقول لك ان بطوله كاس النخبه اللي هي هتبقى من 4 فرق، اول الدوري وثاني الدوري وبطل الكاس ولسه الرابع ما اتحددش، اللي هو تقريبا يبقى الزمالك، واللي الاهلي اصلا قال لك لو الزمالك دخل رابع انا هنسحب. ليه يا عم الاهلي؟ قال لك لان الزمالك المفروض اصلا انسحب او اعتذر عن السوبر اللي فات، فنادي الزمالك المفروض يتطبق عليه عقوبه بالاستبعاد. فلو دخلتوه كاس الرباعيه بقى 4، يعني انا اهلي وبيراميدز وبطل الكاس ممكن يطلع اهلي برضه وزمالك، انا هنسحب. فدلوقتي الاهلي بيتلكك لاتحاد الكوره علشان اتحاد الكوره عايز ياخد ال4 لاعبين في منتخب مصر. فهل ينسحب ام لا؟ نرجع لكابتن بندق. كابتن بندق بيقول لك ان كاس النخبه دي اهم من السوبر الافريقي. ايه يا عم بندق؟ يا كابتن خالد، يا اخي حرام عليك يا اخي. يعني ايه بقى بطوله النخبه دي اهم واقوى من السوبر الافريقي واهم من السوبر الافريقي؟ السوبر الافريقي كاس افريقي يا عم خالد. يا جماعه بصوا نقول اللي لنا واللي علينا، يا جماعه ما ينفعش الكلام ده اقسم بالله. يا كابتن خالد راجع حساباتك وراجع افكارك وراجع نفسك وراجع كلامك، انت بتتكلم صح ولا غلط؟ كاس النخبه ايه وبطوله النخبه ايه اللي احسن من السوبر الافريقي واهم من السوبر الافريقي؟ السوبر الافريقي. ما انت قعدت تتغنى يا كابتن خالد ان ايمن منصور السوبر ومش السوبر وهو بطل السوبر، وايمن منصور اللي جاب الجون في شوبير، وقعدت تتغنى. دلوقتي السوبر الافريقي اقل من كاس النخبه اللي هيبقى من 4 فرق. يعني يا جماعه بلاش استفزاز للناس. الخبر اللي معانا بعد كده قلنا كابتن محمد صلاح على اعتاب نادي اتحاد جده السعودي، وكل الفكره دلوقتي ان كلوب عايز ياخر الصفقه الى ان يقرب الميركاتو على الانتهاء قبل ما يخلص بيومين 3. يروح قال لك خلاص روح يا عم صلاح اتحاد جده وابعت البطاقه الدوليه، وليفربول ياخد 110 مليون دولار ومحمد صلاح 220 مليون دولار، الف مبروك، ويروح الاتحاد السعودي. دي الفكره. فكلوب هو اللي مؤخر. نروح للنقطه الاهم، مهاجم النادي الاهلي. كولر قال لك اتفرج على 50 مهاجم. انا مش قادر اتخيل ان كولر اتفرج ازاي على 50 مهاجم. ازاي؟ ماشي تمام، اتفرج على 50 مهاجم واختار 3 كان اولهم سوزا اللاعب البرازيلي اللي بيلعب في كوريا.
كل حاجه خلصت والاهلي تفاوض في قمه الذكاء والاحترام، اتفق على 500,000 دولار، قالوا ماشي. رجع النادي الكوري قال لك عايزين 700,000، قال له ماشي. رجعوا قال عايزين 800,000، قال له ماشي. الاهلي الاهلي وصلها مليون 250,000 دولار، مليون و250,000 دولار، وتمام التمام. لكن في اخر لحظه قالوا النادي الكوري هو اللي تراجع، لكن لا، النادي الكوري ما تراجعش، الاهلي موافق ومضى، والنادي موافق بس لسه ما مضاش، وسوزا وافق، وسوزا عايز يجي الاهلي. لكن اللي معطل نفس الكلام زي صلاح، زي كلوب، المدرب بتاع الفريق، لان الدوري الكوري لسه بيخلص في اخر مراحله، فالمدرب برضه عايز يخلي سوزا لاخر الميركاتو، اخر يومين ثلاثه، وبعدين يمشيه يروح للاهلي. فانا بقول لك اهو سوزا هيجي الاهلي، واذا حصل في الامور امور، سوزا هيكون فري في ديسمبر، يعني جاي الاهلي وش، يعني يوم 1 أو 2 يناير سوزا هيكون بيلعب في الاهلي، ويكون بيلعب ماتش ودي مع الاهلي او ماتش رسمي مع الاهلي، لان سوزا هيكون جاي جاهز لانه بيلعب في الدوري اصلا. احتمال كبير جدا ان سوزا جاي النادي الاهلي في يناير، ده اذا لم ياتي في خلال يوم 12 13 سبتمبر. وافتكر الفيديو ده وخلي الفيديو ده عندك، عينه كده، حطه في المكتبه عندك، الفيديو ده تتفرج عليه. سوزا احتمال كبير يجي الاهلي من 10 ل 15 سبتمبر، والله اعلم بقى، ممكن يلحق يلعب ماتش السوبر الافريقي ولا لا. فخد الكلام ده وما ترجعش ورايا. سوزا من يوم 10 كده وانت طالع ممكن يجي الاهلي ويلعب في الاهلي ويلبس فانيله الاهلي ويلعب فين؟ في الدوري، في السوبر الافريقي. ده اخر كلام عن المهاجم الاجنبي. الخبر الثاني يا جماعه اللي معانا ان اللواء عماد البناني بتتردد انباء انه استقال من نادي الزمالك، وده خبر مفرح جدا لجماهير الزملكاويه لانهم مش حابينه، وبيقولوا عليه انه راجل اهلاوي، وازاي راجل اهلاوي يمسك الزمالك. وهو حتى طلع قال لك يا جماعه، يعني انت لو في دكتور اهلاوي بيعمل عمليه واحد زملكاوي، الزملكاوي هيطلع يجري من تحت ايده، او العكس، لو في مريض ربنا يعني الف سلامه على كل الناس، يعني لو في مريض اهلاوي هيعمل عمليه جراحيه وجه دكتور زملكاوي، المريض هيطلع يجري. هو يعني تفسير يمشي يا سياده اللواء عماد، لكن كل جماهير نادي الزمالك مش عايزه اللواء عماد. الخبر اللي بعد كده يا جماعه ان احمد سيد زيزو قعد مع مسؤولي نادي الزمالك في اللجنه التنفيذيه قبل ما نشوف بقى اللواء عماد هيستقيل ولا لا، ووعدوه خلاص بحل المشاكل بتاعته، وهياخد فلوسه، وهيبدا ياخد فلوس من السنه الجديده كمان، والدنيا هتمشي. نفس الكلام فتوح وصبحي في طريقهم الى ان هم يوقعوا، مع ان انا اشك ان فتوح يوقع، لان فتوح فاضل له 6 شهور، يعني فاضل له سنه، يعني من يناير الجاي يوقع لاي نادي، وانا اشك ان فتوح يطلع بكوبري. فتوح من ضمن اللعيبه اللي بتحب نادي الزمالك قوي، وصعب قوي انه يطلع ويسيب نادي الزمالك بالطريقه دي. لو خرج هيخرج من الباب الكبير، زي محمد شريف كده ما خرج من الباب الكبير، وزي حمدي فتحي ما خرج من الباب الكبير، وزي لعيبه كتير ما خرجت من الباب الكبير، واشرف شرقي خرج من الباب الكبير. فده قصه فتوح وزيزو ومحمد صبحي. الخبر اللي معانا بعد كده، بن شرقي قلنا ان نادي الزمالك بيغازله، لكن رجعنا قلنا تاني انتوا بتغازلوه على انتوا معاكم فلوس. انتوا معاكم فلوس، هتغازلوا بن شرقي ازاي وتجيبوه ازاي؟ بن شرقي يا جماعه هو هيبقى فري، بن شرقي بيقولوا يعني حاليا هو بيقولوا فري، فهل نادي الزمالك يقدر يدي لبن شرقي 2 مليون ولا 3 مليون دولار؟ بن شرقي طلباته كبيره، اذا كنا مش عارفين ندفع 1,800,000 لسبورتنج واتشمونج مش عارف له ايه ومش عارف مين له ايه، ومش عارفين ندفع، والضرايب لها 1,200,000,000. يعني بصوا احترموا عقولنا برضه، هتجيبوا بن شرقي ازاي وانتوا معهوش فلوس اصلا؟ في نهايه الفيديو ما تنساش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد يا غالي. السلام عليكم.